السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت اول مره بتشوف الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. كمان ما تنساش تشارك الفيديو مع اصحابك لو عجبك الفيديو. ناس بتسالني عن تقويه اشاره الواي فاي. خلينا متفقين ان في حاجات كتير اصلا فيك عن تقويه اشاره الواي فاي. هو الحل بالنسبه لي العملي اللي انا شايفه يعني انك تعمله، هو يا تنقل الراوتر للمكان اللي انت عايز الواي فاي فيه يبقى كويس، يا تجيب ريبيتر زي الموجود قدامك ده، او تجيب اكسس بوينت زي الموجودة قدامك دي برضو. كل ده شغال. طيب الريبيتر ده عبارة عن ايه؟ الريبيتر ده ما هو يا سيدي الا انه باخد الراوتر من مكانه ينقله في مكان تاني. طب ازاي؟ هقولك ازاي. وليكن انا مسمي الشبكة بتاعتي باسم ايه مثلا، يعني انا عامل لها اسم ايه حرف كابيتال كده مثلا. اما انا اشغل الريبيتر بياخد الراوتر اللي هو حرف الايه ده يقويه، يعني ما يعملكش اسم جديد لشبكة الواي فاي، لا، هو باخد نفس الاسم. تمام، كأنك نقلته. وليكن حضرتك حطيت الراوتر اللي هو او الريبيتر الموجود قدامي ده حطيته في نص البيت، كأنه خد الراوتر بتاعك من اخر البيت لنص البيت مثلا، فرضا ان انت حطيت الريبيتر بتاعك ده في نص البيت. طيب انت بتتعامل مع الريبيتر ده ازاي؟ اقول لك بتتعامل معاه ازاي. بتيجي على اخر امتداد الواي فاي بتاعك، بمعنى ان انت مثلا الراوتر بتاعك في اول البيت اللي هو جاي من شركة وي مثلا. لو فرضا انت اتنقلت بالموبايل بتاعك لقيت اشارة الواي فاي لحد نص البيت، تمام، خلاص انا ببدأ ان انا اجيب الريبيتر واوصله في نص البيت معايا، وابدأ ان انا اعمل الاعدادات بتاعته واشغله معايا بدون اي مشاكل. بياخد الشبكة بتاعتك ينقلها ويبدأ اللي هو يزود لك اكستنشن بتاع الواي فاي او امتداد الواي فاي او الرينج يعني بتاع الواي فاي بيكبره. طيب في حاجة ممكن تاخد واي فاي وتدي واي فاي بس في شبكة تانية. يمكن، يعني مثلا الراوتر بتاعك الاساسي فرضا ان اسمه ايه كابيتال. بتيجي حضرتك على الاعداد بتاع الراوتر ده من جوه، تيجي تختار ان انت تعمل حاجه اكسس بوينت. بس اكسس بوينت مش هتشتغل ب مش هتبقى وايرد او مش هتبقى باسلاك. تمام، الاكسس بوينت هتبقى تاخد واي فاي وهتدي واي فاي، بس هتدي لك واي فاي باسم شبكه تانية. وبصراحه انا افضل كده، يعني انا افضل ان تعمل الشبكه بتاعتك مش ريبيتر، تعملها اكسس بوينت، ان هي تاخد شبكه وتديك شبكه تانية. ليه بقى؟ لان اوقات كتير بيحصل ديلي في الشبكه او تهنيج كده في الشبكه، بتلقى الخدمه معاك مش مستقره. يعني مثلا نسبه الاستقرار مثلا في الخدمه بتبقى في الواي فاي مثلا كام؟ ممكن تقول 95%، 96%. اما بتعمل اكسس بوينت خلاص انت عارف الراوتر بتاعك الاساسي اسمه ايه، وعارف الراوتر اللي انت عامله تقوية للشبكة اسمه ايه. تمام، فدي كانت حاجة جميلة. طيب واحد ممكن يقول لك ما هو انا عشان اشغل اكسس بوينت لازم بكابل. بص، هو لازم بكابل فعلا، بس في حاجات كتيرة بتعملها من غير كابل. يعني انا معايا 2 موديل، منهم الموديل الموجود قدامي ده وموديل تاني تي بي لينك بعملهم من غير كابل، يعني باخد واي فاي ويد واي فاي في نفس الوقت بس باسامي مختلفة. كمان الجميل في الموضوع ان الحاجات اللي زي كده، يعني انا اصلا مستقبل نت عن طريق الواي فاي وباعت نت عن طريق الواي فاي برضو في نفس الجهة، واخد برضو نت من الكابل ده على اللابتوب. لو حضرتك شفت هنا هتلاقي النت متوصل معانا بدون اي مشاكل. ده كانت حاجة كده حبيت ان انا اشاركها معاك. طبعا شرح الموديل ده هنزله بالتفصيل الممل يعني عشان الناس برضو اللي حابة تشتريه او كده، وهنزلك برضو لو هتشتري منين او كده عادي مفيش اي مشاكل. ده كان فيديو بسيط كده حبيت ان انا اشاركه معاك، اتمنى يكون عجبك الفيديو، وحابب اوصيك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. وشكرا ليك على المشاهدة.